السلام عليكم، عاملين ايه؟ في بنات كتيرة لسه متجوزة والمحشي بيكون بالنسبة لها صعب ومتعرفش تعمله. لو اي حد مغترب، لو بنوتة عايزة تتعلم المحشي الجميل القمر ده، بتبقى محتارة تعمل ايه. انا هعرفك النهاردة ازاي تعملي المحشي بطريقة سهلة جدا ويكون طعمه حلو يعجب كل اللي ياكله. اول حاجه يا قمر هتجيبي الخضار بتاعك. هتجيبي البتنجان والفلفل والكوسه او الكرنب او ورق العنب على حسب انتي عايزه تعملي محشي ايه. تمام. واهم حاجه تنقي الحاجه طازه وتكون صابحه كده حلوه معاكي. بعد كده بتجيبي الرز المصري تغسلي كويس وتصفيه وتحط عليه الخضره المتقطعه على حسب ما انت عايزه انواع ايه. والطماطم الصلصة بتاعت المحشي بتكون عبارة عن بصلاية كده حلوة، وتقطعها صغير وتحط عليها شوية زيت وشوية سمنة ويحطها على النار لغاية لما يكون لونها ذهبي. أول ما يكون لونها ذهبي ينزلي عليها بالطماطم المفرومة بالشكل ده كده، الرز مع الخضرة مع الطماطم. المحشي بقى بحب ايه؟ بحب ان احنا نتبله كده ونحط له شوية بهارات حلوة. بنحط عليه شوية ملح، وكمان نحط عليه شوية شطة علشان يكون مشطشط كده، ويكون مديكي سنة سبايس كده. لو حابة يكون سبايس قوي زودي الشطة، عايزاه هادي حطي كمية شطة براحتك يعني تكون قليل. ونحط شوية توابل محشي بتفرق جدا مع المحشي، تدي طعم حلو قوي. ويحطي شوية فلفل اسود ومكعب مرقة برضو. كل التوابل دي بتديكي نتيجة مبهرة جدا. وما تنسيش يا قمر حطي شوية الزيت برضو علشان ده بيخلي الرز مفلفل معاكي، ولون الرز من جوه يكون لونه يعني بيلمع كده في لمعة حلوة، واللي يدوقه يحس كده كل رزية برزيتها، وطعمه ان شاء الله يكون معاكي مميز وحلو قوي. تمام كده احنا حطينا كل الحاجات مع بعضيهم في قلب الرز. نبدأ بقى ايه؟ قلبي بقى علشان الرز يتبل معاكي بالصلصة والتوابل مع الزيت مع الملح مع الخضرة، وياخد كل الحاجات دي تشرب من قلب بعضيها وتديكي النتيجة حلوة قوي. هو كده لسه هيتقلب تاني. انا بس علشان نحاول ايه نسرع الفيديو. نمسكي البتنجان والفلفل والكوسه، بتروحي ماسكه الكوسايه بتشيلي جزء من الاول هنا وجزء من الاول جنب التاني، وتروحي ماسكه المقوار وتروحي حاطه كده في النص كده بالراحه. الكوسه بتحتاج يعني حرفه شويه علشان ممكن سهل ان هي تتكسر معاكي، ولو اتكسرت معاكي هتحسي ان انت متضايقه كده ومتعصبه وحسيتي ان انت كده يعني ايه مش احسن حاجه. فانت بالراحه كده وابدأي شيلي الجزء الاولاني بالمقوار وطلعيه وحطي المقوار تاني، وحاولي تلفي كده فيه لغايه لما تطلعي كل الحاجات اللي جوه الكوسه. بس خلي بالك ما تدخليش المقوار كله كامل جوه علشان ما يقطعش الكوسايه او تحسي ان هي يعني اتفتحت منك كده والرز يطلع منها بره. ونعمل لها خطوط بالشكل ده كده، سهله جدا يعني. اهم شيء تكوني انت بتحبي المطبخ او حضرتك تكون بتحبي المطبخ وعايز ان انت تجرب وكده. وعملنا برضو البتنجانية بنفس الشكل، شلنا الجزء الاخضر وبالمقور كده قورناه ونبدأ ان احنا نحشي الكوسة والبتنجان والفلفل. احنا ما بنملهوش 100%، بنسيب قد يعني عقل الصباع كده علشان لما بيستوي بيكتر معانا ما شاء الله وبيملى المحشي وبيزيد معانا، علشان بس ايه ما يطلعش رز في الحلة ويبقى شكل مش ظريف يعني. كده عملنا البتنجانية والكوسة نفس الشيء برضو، نملاها ما نملهاش على الاخر علشان ما تطلعش معانا الرز. لما تيجي تجيبي خضار لازم الخضار اللي انت تحشيه يكون صغير كده، ما تجيبيش الحاجة الكبيرة علشان ما يكونش شكلها كده اي شكلها يكون كبير يعني. لان لو عندك ضيف عندك حد بيبص على الحاجة قبل ما بياكل يعرف ان انت ما شاء الله عليكي بتنقي الحاجة كويس وفاهمة في الحاجة. كده حشينا نص الكمية، ونبدأ ان احنا برضو بنكمل الكمية اللي احنا عايزينها. برضو بصوا نفس الشيء، الحاجة الصغيرة بتكون جميلة كده وظريفة وحلوة يعني. الرز بتاع المحشي ده ممكن نحشي بيه ممبار، نحشي بيه ورق عنب، نحشي بيه كرنب، نحشي بيه ورق خس، نحشي بيه ورق بنجر، ورق سلق، كوسة، نحشي بيه طماطم، نحشي بيه بطاطس.
يعني حاجات كتيرة جدًا، جدًا الرز بتاع المحشي ده إحنا بنحشي بيه كل الحاجات دي كلّها يعني، حاجة واحدة بس ممكن نحشي منها 15 صنف. أنا بس بادّي لِك فكرة وأفكار وأنتِ يا جميلة أو حضراتكم اللي عايز يعمل أي حاجة بيحبها يعني هيلاقي الموضوع سهل يعني، زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعًا إحنا عملنا شوية ورق كرنب برضه بالشكل الجميل ده، ورصيناه رصة حلوة، وخلّصنا كمية المحشي كلّها. بُصّوا شكل الحاجة في الحلة ما شاء الله الحاجة فريش وجميلة وتفتح النِفس حتى من قبل ما تستوي. يعني اللهم بارك يعني، ومعلقة الصلصة اللي بتكون على الوش دي بتفرق جدًا برضه في لون المحشي، وحاجة بتكون جميلة. كده المحشي استوى، بُصّوا بيطلّع بخار ما شاء الله، والكرنب برضه ما شاء الله زي الفل أهوّة. عايزة أقول لكم طعمه يجنن. بنيجي بقى نغرف، ما تغرفيش كمية كبيرة، اغرفي على قد ما أنتِ سواء عندِك ضيوف، أولادِك، زوجِك، حُطّي الكمية اللي تكفّيكم والباقي سيبيه من غير ما تحطّيه تغرفيه وبعد كده ترجعيه تاني للحلة. لو احتجتِ خُدي على قد ما أنتِ عايزة، احتجتِ روحي خُدي تاني. ما شاء الله ربنا يزوّد عليكم الخير والخير كتير واللهم بارك يعني، أحسن ما نغرف كمية كبيرة ونرجع نحطّها تاني في الحلة. في ناس بتقرف، في ناس كده، فخلّوا الحاجة كده إيه تبقى يعني ما استخدمتش ولا أي شيء. كده عملنا شوية بتنجان وفلفل وكوسة، نيجي بقى نحط شوية كرنب بقى كده. بُصّوا الكرنب نفسه الرصة بتاعته يعني ما شاء الله تحسّوها تفتح النِفس. ما عايزة تمسكي الحلة كده تهزّيها وتروحي كابة شوية ما فيش مشكلة، بس أنا بصراحة يعني إيه، حابة إن أنا آخُد كده يعني أغرف كده برضه بالمسّكة كده أشيل حبّة، حبّة. لكن عايزين تمسكوا بقى الحلة وتحطوا كده كمية على بعضيها ما فيش أي مشكلة، كل واحد على حسب هو بيحب إيه ومتعود على إيه. بصوا ما شاء الله المنظر الكرنب بصراحة يفتح النفس يعني، أنا بعشق الكرنب وبعشق معاه البط. البط مع شوربة الشوربة اللي بتتحط على الكرنب، المحشي الكرنب بصراحة بتكون جنان، مع حتة بطاية كده حلوة يا سلام، يا سلام. بس أنا كنت عاملة مع المحشي ده لحمة، بس كل ما اعمل المحشي الكرنب بقول يا سلام لو بطايه بقى تدي ايه يعني، الواحد يحس ان هو كده ما شاء الله كده حاجه يعني تصحصح الواحد. بصوا شكل الطبق ما شاء الله اللهم بارك. طبق كده قيم كده وجميل وحلو قوي. بصوا يا لو تقدم للضيوف او حتى قدام زوجك واولادك حاجه بصراحه تفتح النفس. برضو مش هحرمكم من حاجه، نمسك الحله برضو ونرجع تاني للاصل، نمسك الحله ونفضي كده زي ما كلنا كنا متعودين، ونروح مفضيين شويه كده. طبعا هيقع مننا كده كام صباع مفيش اي مشكله، الرخامه نظيفه وزي الفل مفيش اي مشكله. عايزه تاكليها وانت واقفه كده تدوقيه كده وتشوفي القمر تمام، مش عايزه خلاص اديها للقطه. يا بختك يا قطه هتاكلي محشي. المنظر الجميل ده بيكون حاجه بصراحه تشرف. لو عندك عزومه، عندك ضيوف، عندك زوجك العزيز تقدمي له الاكل كده حاجه تشرف اولادك، وبألف هنا وشفا لكل اللي هياكلوا. ما تنسوش لو وصلتوا لغاية هنا دوسوا اشتراك وتابعوني واكتبوا كومنت حلو زيكم. بصوا الشكل، مع السلامة، باي باي.